هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. حبايب قلبي، اليوم راح اقدم لكم ابطال مسلسل عنفوان الاشياء بعد مرور 40 سنه، كيف اصبح شكلهم. حبايب قلبي، اتمنى منكم الدعم بلايك واشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. حبايب قلبي، للي ما يعرف اني موجود وجاي انشر، بس شنو انشر ما يوصل لكم، ما اعرف ليش. فحبايب قلبي، هذا حسابي على التيك توك، اللي يحب يضيفني اتشرف به. شنو الشيء انزله باليوتيوب انزله بالتيك توك، ويوميا اسوي بث نسولف ويا المتابعين ونعيد ذكرياتنا من خلال البث. اللي يحب يجي اتشرف به، بس يكتب محمد الكظمه، هذا بالعربي كتبه يطلع له، هذا حسابي وهاي الصوره. المهم حبايب قلبي، لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس. تعالوا خلينا نشوف الفيديو وان شاء الله يا رب يعجبكم. نبدا باول صوره. الفنان ليث عبد اللطيف اشتهر بدور حمادي، متوفي في 2020، الله يرحمه وناخذ صوره له. الفنان عزيز جبر اشتهر بدور نوفل، تحياتي للفنان عزيز وناخذ صورة. الفنانة أفراح عباس، الفنانة طبعا مشتاقين لها هواية، الفنانة مبتعدة عن التمثيل وهي موجودة، وهاي صورة لها ب 2025. تحياتي للفنانة أفراح، وإن شاء الله رب تكون بخير وناخذ صورة. الفنان نزار السامرائي، متوفي في 2020، الله يرحمه وناخذ صورة. الفنان يعقوب القرغلي اشتهر بدور أبو إيمان. حبايب قلبي، الفنان متوفي بس ما حد يعرف بيا سنة متوفي، فاللي يعرف اتمنى يكتب لنا بالتعليقات. فالله يرحمه وناخذ صورة له. الفنانة منى البصري اشتهرت بدور ام عادل، متوفية في 2022، الله يرحمها وناخذ صورة له. الفنانة منى سلمان اشتهرت بدور ام اديب، تحياتي للفنانة منى سلمان وناخذ صورة له. الفنان عدنان شلاش اشتهر بدور هلال، تحياتي للفنان عدنان وناخذ صورة له. طبعا اشكر اخوي وصديقي حماده المصور والصحفي، هو ساعدني باغلب الصور، طبعا ساعدني بنص الصور هو، اشكره وتحياتي له. طبعا الفنان كارلو هاريتون، متوفي في 2016، الله يرحمه وناخذ صورة له. الفنان محمد صقر اشتهر بدور شنشول، متوفي في 2007، الله يرحمه وناخذ صورة له. الفنان غسان محمد اشتهر بدور فرات. حبايب قلبي، تاريخ الصورة هاي غير معروف، قديمة كلش، اعتقد ب 2022، لان الفنان مختفي واعتقد معتزل الفن. يصير اخو الفنانة هناء محمد. تحياتي للفنان غسان، وان شاء الله يرب يكونوا بخير وناخذ صورة له. الفنانة فوزية الشندي اشتهرت بدور ام فرات. شو شلون صار متغيرة كلش، طبعا المسلسل بال 86. تحياتي للفنانة فوزية وناخذ صورة له. الفنانة أميرة جواد اشتهرت بدور حياة، تحياتي للفنانة أميرة وناخذ صورة له. الفنان فاضل خليل اشتهر بدور فوزي، متوفي في 2017، الله يرحمه وناخذ صورة له. الفنانة ليلى قورقيس اشتهرت بدور أم رؤى، متوفية في 2020، الله يرحمها وناخذ صورة له. الفنان سعدون العبيدي اشتهر بدور أبو رؤى، متوفي في 2020، الله يرحمه وناخذ صورة له. الفنانة سهير أياد اشتهرت بدور نسيمة. حبايب قلبي، الفنانة اعتزلت التمثيل اعتقد، لان اختفت كلش اختفت، وهاي تاريخ الصورة غير معروف طبعا، قديمة، فاللي يعرف عنها اي شيء يكتب لنا بالتعليقات. تحياتي للفنانة سهير أياد، وان شاء الله يا رب تكون بخير وناخذ صورة له. الفنانة هديل كامل اشتهرت بدور مها. طبعا الفنانة هديل كامل الفنانة المبدعة والراقية طبعا، طبعا من ضمن الفنانات المحترمات والمحافظات يعني بالفن. هي هو فنانات بصراحة، عندهن أتعب بصراحة، البعض منهن اعتزل والبعض منهن ابتعد عن التمثيل، بس بقى المحافظات بالفن يعني. تحياتي للفنانة هديل وناخذ صورة. الفنانة آسيا كمال اشتهرت بدور رؤى، من ضمن الفنانة آسيا كمال طبعا.
تحياتي للفنانة آسيا كمال وناخ صرخ. الفنانة هناء محمد اشتهرت بدور إيمان. طبعا حبايب قلبي أغلب الفنانين مال هاي المسلسلة نصهم متوفين ونصهم كانوا شباب طبعا، يعني بذاك الوقت بال 86، فمر 40 سنة. تعرفون يعني 40 سنة يعني عمر، مو صحيح؟ تحياتي للفنانة هناء محمد وناخ صرخ. الفنان صادق علي شاهين اشتهر بدور فاضل، متوفي في 2013، الله يرحمه وناخ صرخ. الفنان مكي البدري اشتهر بدور أبو عاصي، متوفي في 2014، الله يرحمه وناخ صرخ. الفنان فارس عجام اشتهر بدور عاصي، طبعا من الفنانين اللي كلش احبهم صراحه فارس عجام. هاي صوره له بلقاء ويا الشاعر مأمون نطاح بصراحه، لان هو بالفيسبوك ما منزل هواي صور بصراحه حديثه يعني. تحياتي للفنان فارس عجام وناخ صرخ. الفنان جعفر السعدي اشتهر بدور عزيز، متوفي في 2005. حبايب قلبي هاي المسلسلات كلش تخبر، يعني اتمنى تشوفوها، والله شوفوها ما تخسرون شيء. اسمها عنفوان الاشياء، الله يرحمه وناخ صرخ. الفنان بهجة الجبوري اشتهر بدور نواف، طبعا هذه صورة له ب 2024. اكيد كلكم تعرفون الفنان الكبير بهجة الجبوري، هو مبتعد عن التمثيل وعايش خارج العراق. مبتعد مو بإرادته طبعا، ظروف الله اعلم شنو السبب، بيدزون عليه او بحاربيه ما اعرفه. تحياتي للفنان بهجة الجبوري وناخ صرخ. الفنان جلال كامل اشتهر بدور عادل، تحياتي للفنان جلال وناخ صرخ. الفنان ريكاردوس يوسف اشتهر بدور شهاب. حبايب قلبي لاحظوا الشباب الفنانين، طبعا البعض منهم اول مره اشوفه شاب صراحه يعني. تحياتي للفنان ريكاردوس وناخ صرخ. الفنان سوران علي شريف اشتهر بدور زيدون. طبعا الفنان قال هاي اول مسلسله الي، هي هاي عنفوان الاشياء. شوفوا شلون كان يعني شاب او مراهق بذاك الوقت. تحياتي للفنان سوران وناخ صرخ. الفنانة ليلى محمد اشتهرت بدور إيناس، من ضمن الفنانات المحترمات اللي بقت محافظة بالفن طبعا. تحياتي للفنانة ليلى محمد وناخ صرخ. يعني بشرفكم هيك شخصيات وهيك فنانين، البعض منهم اللي عايشين ما نشوفوه بالتمثيل هسه، نشوف ايش عيط ومعيط يمثل، والله كارثة والله. الفنانة سليمة خضير اشتهرت بدور زمرد، الله ايش قد حلو اسم زمرد، متوفية في 2025. هاي الاسماء الرنانة زمرد، الله يرحمها وناخ صرخ. الفنان سامي قفطان اشتهر بدور منير، تحياتي للفنان سامي قفطان وناخ صرخ. الفنانة عواطف نعيم اشتهرت بدور حبيبة، تحياتي للفنانة عواطف وناخ صرخ. الفنانة سناء عبد الرحمن اشتهرت بدور أنغام، تحياتي للفنانة سناء وناخ صرخ. الفنان عبد الجبار كاظم اشتهر بدور ماهر، متوفي في 1996، الله يرحمه وناخ صرخ. الفنانة سهام السبتي اشتهرت بدور مريم، تحياتي للفنانة سهام السبتي وناخ صرخ. الفنان حسن الجنابي اشتهر بدور حبيب، متوفي في 2007، الله يرحمه وناخ صرخ. الفنان قاسم محمد اشتهر بدور مروان، متوفي في 2009، الله يرحمه وناخ صرخ. الفنان سامي السراج اشتهر بدور رشيد، متوفي في 1998، الله يرحمه وناخ صرخ. الفنانة فاطمة الربيعي اشتهرت بدور أشواق،
تحياتي للفنانة فاطمة الربيعي وناخذ صورة الأخ. حبايب قلبي لهنا وخلصت الحلقة، وإن شاء الله يا رب تكون عجبتكم. حبايب قلبي أتمنى منكم الدعم بلايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تحياتي لكم حبايب قلبي، وياكم محمد الكظماوي.